السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض السمك المقلي وهيطلع معانا باللون الخطير ده، وكمان مش هنستخدم غير معلقتين دقيق بس، وهنعمل كمية من السمك بالمعلقتين الدقيق بس. عندي هنا ربع فنجان من الخل الأبيض، وعندي معلقة كبيرة من الملح. هابتدي أتبِّل بيهم السمك، وطبعًا قبل ما هنبتدي نحمّر السمك لازم ننقعه في خل وملح، ونسيبه حوالي ساعة كده علشان خاطر يتشرّب من تتبيلة الخل والملح، علشان الملح يبقى مضبوط في السمك من جوّه ومن برّه. هابتدي أرُش عليه الملح والخل بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وابتدي أقلِّب السمك علشان خاطر الملح يوصل في كل السمك بالضبط كده. شايفين أنا بابتدي أقلّبه كده، وباحاول أسيبه حوالي ساعة كده علشان يشرب من تتبيلة الملح والخل، وعلشان يبقى طعم السمك الطعم الملح مضبوط، وعلشان كمان لمّا أتبّله يبقى اللحم بتاع السمك آآ متحيّق حلو كده ومضبوط طعم الملح. تعالوا نعمل مع بعض الرز اللي إحنا هنعمله، رز صيادية. عندي بصلة كبيرة مفرومة ناعم، هانزل بيها على شوية من الزيت مش كتير، وابتدي أقلِّب البصلة لغاية ما تاخد لون دهبي حلو، وبعد كده هانزل عليهم بالرز. ممكن كمان تحطّي إضافات فلفل أخضر ومكعبات طماطم، ولكن أنا هنا اكتفيت بالبصل. أول ما بياخد اللون الدهبي اللي أنتم شايفينه ده، هانزل عليه بكوبايتين من الرز البسمتي. تقدري تستخدمي الرز المصري العادي، باكون غاسلاه كويس جدًا مش منقوع، ولكن غسلته بس، وهانزل عليهم على البصلة وأدّيهم تقليبة خفيفة، وبعد كده هانزل بالمَيّة على الرز. آآ ادّيهم تقليبة كده خفيفة لغاية بس البصل والرز ما يتجانسوا مع بعض، هانزل عليهم بالمَيّة. كوبايتين الرز البسمتي استخدمت عليه كوبايتين ونُص من المَيّة. طبعًا الرز البسمتي عكس الرز المصري، الرز البسمتي بياخد شوربة أو مَيّة كتير، أنا هنا ما استخدمتش مرقة، أنا استخدمت مَيّة. تمام. وبعد كده هانزل بالتوابل، ملح وفلفل ومعلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الكاري، ومكعب من المرق. طبعًا بنستخدم مكعب من المرق بتاع اللحمة، يُفضّل بتاع اللحمة. لو أنتِ عايزة تستخدمي مرقة فراخ مش مشكلة. قلّبي كل المكونات دي، وبعد كده هننزل بمكعب المرق، وباسيبها أول ما بتبقبق كده معانا بنهدّي النار عليها شوية وبنسيبها تستوي على نار هادية. شايفين بالشكل ده؟ قلّبي كل المكونات دي لغاية ما يتجانسوا مع بعض، وأول ما شايفين بتبقبق كده معايا باغطّي الرز وباسيبه على نار هادية يستوي. وبعد كده تعالوا نحضّر مع بعض سلطة الطحينة. عندي بولة وهاستخدم عليها 3 معالق كبار من الطحينة، ودي طحينة بيتي أنا عاملاها. إن شاء الله هانزّل لكم فيديو بعمل الطحينة في البيت. شايفين ما شاء الله قوامها حلو جدًا. أنا خفّفتها بشوية من الزيت. تمام. وبعد كده هانزل عليهم بالمكونات اللي إحنا هنشوفها مع بعض. انزلي بالطحينة كده. تمام. الطحينة أنا هاستخدم لها مَيّة عادية جدًا من الحنفية، مش هاستخدم لها مَيّة سخنة ولا أي حاجة، لإن هي أصلًا فكة. عندي عصير ليمونة كاملة هانزل عليهم، وعندي شوية صغيرين من التوم، حوالي فصين من التوم فرمتهم ناعم. وبعد كده هننزل بحبّة صغيّرين من الملح، لإن سلطة الطحينة في ثواني بتملح معاكِ بسرعة، فحاولي الملح يكون مضبوط. وعندي شوية من المَيّة، أنا هانزل بالتدريج بالمَيّة. المَيّة عندي هنا مَيّة عادية من الحنفية، يعني مش مَيّة سخنة ولا أي حاجة، وهابتدي أقلِّب بيها الطحينة. طبعًا المضرب هيسهِّل عليَّ القوام بتاع الطحينة إن هو يكون كريمي. قلّبي كده كويس لغاية المكونات ما تتجانس مع بعض. شايفين هنا الطحينة أنا حسيتها لسه يعني عايزة شوية مَيّة، ضِفت لها شوية مَيّة. المَيّة انزلي عليها بالتدريج علشان خاطر تحصلي على قوام لا هو سميك ولا هو خفيف. الطحينة لمّا بتكون سميكة لمّا بتقعد بتبقى يعني بتتقل شوية. ف ولو كتّرنا المَيّة بتبقى سايلة بزيادة ويبقى طعمها مش لذيذ. وممكن تضيفي شوية من الكزبرة المفرومة، الكزبرة الخضرا المفرومة.
تمام. أنا خلّصت كده هنا، أنا استخدمت على 3 معالق كبار من الطحينة، استخدمت عليهم فنجان من الشاي، تمام. وبعد كده الطحينة هنا جاهزة معايا. تعالوا بقى نحضّر التتبيلة بتاعة السمك، والتتبيلة دي حلوة جدًا وتقدري تعتمديها في كل أنواع السمك، سواء مقلي أو مشوي في الفرن. عندي معلقة كبيرة من الخل، عليها توم مفروم، عندي التوابل، استخدمت توابل سمك وفلفل وكزبرة ناشفة وشطة حمرا وملح، تمام. وقلّبي كل المكونات دي مع بعض، وبعد كده هنحشي بيها السمكة من جوّه في قلبها. وتقدري كمان لو السمك كبير بتشرّحيه وتحشيه اللحم بتاع السمك بالتتبيلة دي. شايفين؟ بقت عندي شبه المعجون. تعالوا بقى نعمل الخليط اللي هنغطي بيه الcover بتاع السمك. عندي معلقتين كبار من الدقيق، وهانزل عليهم بشوية من المَيّة. القوام بتاع الدقيق يكون شبه القوام بتاع الكريب، يعني شُفتوا العجينة بتاعة الكريب؟ القوام بتاع العجينة دي هيبقى شبه القوام بتاع عجينة الكريب. قلّبي كل المكونات دي. أنا هنا استخدمت معلقتين كبار من الدقيق، ونزلت عليهم بشوية، بشوية من المَيّة لغاية ما ألاقي القوام معايا بالشكل ده. شايفين شبه القوام بتاع عجينة الكريب. تعالوا بقى للتتبيلة. هنبتدي نحشي التتبيلة دي داخل السمك من جوّه، وطبعًا إحنا غاسلين السمك كويس جدًا ومنضفينه، وطبعًا إحنا سِبناه في المحلول اللي إحنا عملناه ملح وخل، سِبناه حوالي ساعة كده وركناه على جنب. وابتدي أحشي السمك من جوّه بالثوم المفروم اللي إحنا حضّرناه مع بعض. الcover اللي إحنا عملناه لخليط السمك، اللي إحنا هنغطي بيه السمك، ده فايدته إن هو بيحافظ على الزيت لغاية ما بتخلّصي تحمير، وهو الزيت بيفضل معاكِ نضيف، دي حاجة. الحاجة التانية إن هو مش بيستهلك معاكِ كمية من الدقيق، فأنتِ بتستخدمي كمية قليلة جدًا، يعني معلقتين دول عملتِ بيهم 2 كيلو من السمك. ودي يعني طبعًا إحنا لمّا بنستخدم الدقيق، إحنا بنهدّر كمية كبيرة من الدقيق، لكن كده معلقتين. وكمان مش بيعمل معايا طبقة تقيلة من السمك، بالعكس بتبقى الطبقة بتاعة الجلد بتاع السمك خفيفة، وفي نفس الوقت متحمّرة ومقرمشة، بيبقى طعمها خطير. هنخلّص كل الكمية دي ونبتدي في مرحلة التحمير. عندي زيت غزير بانزل عليه، الزيت بيكون الحرارة بتاعته مش سُخن جدًا ولا بيكون يعني الزيت بارد. ده بالنسبة للطاسات التيفال، لكن لو هتستخدمي طاسة ألمونيوم يبقى لازم الزيت يكون سُخن كويس جدًا. عملت نغزات بالسكينة كده في البطن بتاعة السمكة علشان السمك يستوي كويس من جوّه ومن برّه. شايفين؟ أول ما بيبتدي ياخد لون دهبي كده بابتدي أقلبه، وأفضل أقلبه لغاية ما ياخد اللون الدهبي الحلو اللي أنتم شايفينه ده. شايفين اللون ده؟ عملت معايا كمية من السمك، وشايفين اللون خطير، وما فيش طبقة سميكة من الدقيق فوق السمك، بالعكس طبقة خفيفة جدًا، والسمك طالع مقرمش ولونه دهبي وخطير. الوصفة دي فعلًا يا جماعة مش بتهدّر معايا كمية من الزيت، وكمان شايفين الزيت زي ما هو نضيف، لإن الدقيق بيحرق معايا الزيت. طبعًا شايفين الفاينل بتاع السمك، شايفين اللهم بارك. وده الرز طبعًا بعد ما استوى، ودي سلطة طحينة وعملنا جنبها سلطة خضرا. طبعًا لو كنتِ وصلتِ بقى معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلِك مني كل جديد. السلام عليكم، هاسيبكم مع الجمال ده، ولازم تتفرّجي على الفيديوهات القديمة علشان تستفادي من كل الوصفات. أغلب الوصفات الموجودة على القناة